أهم الأخبار الرياضية لهذا اليوم، أهلا بكم. بلا استراحة بعد مواجهتهم اتحاد طنجة، نادي الرجاء البيضاوي يبدأ معسكره التدريبي المغلق يوم الاثنين. يأتي هذا المعسكر استعدادا لمواجهة الخصم التقليدي الوداد البيضاوي في لقاء سيقام يوم الأربعاء ضمن الجولة 14 من الدوري المغربي. كما أعلنت إدارة النسور الخضر عن تطبيق نظام المكافآت المعتاد لهذه المناسبات، حيث سيحصل كل لاعب على مكافأة قدرها 20,000 درهم كتحفيز. وستقام المباراة في ملعب البشير بمدينة المحمدية بدون حضور جماهيري. جمهور الوداد الرياضي الوينرز حصل على المركز الأول في تصنيف العالمي لأفضل الجماهير لعام 2023 وفقا لإلترا وورلد. تم الإعلان عن هذا التصنيف في فيديو يزيد عن ساعة ويضم ترتيب الجماهير وأبرز لحظاتها وإنجازاتها خلال العام. جمهور الرجاء الرياضي حل في المركز الخامس. الوداد والرجاء هما الجمهوران العربيان والإفريقيان الوحيدان في القائمة. أشرف حكيمي الظهير الأيمن لفريق باريس سان جيرمان تم اختياره ضمن أفضل 11 لاعبا في الشطر الأول من الدوري الفرنسي لكرة القدم هذا الموسم. تم الاختيار وفقا لتصويت الجمهور على الموقع الرسمي لرابطة الدوري الفرنسي. حكيمي نجم المنتخب المغربي لعب 14 مباراة هذا الموسم، سجل خلالها 3 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة. جمال بالماضي مدرب المنتخب الجزائري كشف اليوم عن قائمة الفريق لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 في كوديفوار. القائمة تضم لاعبين بارزين مثل يوسف البليلي، إسماعيل بن ناصر والحارس رايس مبولحي. المنتخب الجزائري سيتنافس في المجموعة الرابعة مع أنغولا، بوركينا فاسو وموريتانيا، وسيبدأ مشواره في البطولة بمواجهة أنغولا في 15 يناير. نوتنغهام فورست حقق فوزا مهما على مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1 في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز. بهذا الفوز تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 31 نقطة في المركز السابع، فيما رفع نوتنغهام رصيده إلى 20 نقطة في المركز ال15، علما بأنه حقق الفوز الثاني له تواليا تحت إدارة مدربه الجديد نونو سانتو. أستون فيلا استعاد توازنه في الدوري الإنجليزي الممتاز بفوز صعب على بيرنلي بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين. رفع فيلا رصيده إلى 42 نقطة مرتقيا إلى المركز الثاني مؤقتا، فيما تجمد رصيد بيرنلي عند 11 نقطة في المركز ال19. نقابة اللاعبين المحترفين في إنجلترا تفكر في اتخاذ إجراءات قانونية لضمان حصول اللاعبين على قسط كاف من الراحة، خاصة بسبب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز المكثف. تناقش النقابة السبل القانونية لتأمين حقوق اللاعبين بهدف الحصول على استراحة إلزامية مدتها 28 يوما في منتصف الموسم. هذه الخطوة تأتي في ظل المخاوف المتزايدة بشأن رفاهية اللاعبين بسبب العدد المتزايد للمباريات بما في ذلك المسابقات الجديدة. قدم اليوم جوليان ألفاريز أداء لافتا مع فريق مانشستر سيتي، حيث سجل هدفا في غياب النجم المصاب إيرلينغ هالاند، مساهما في فوز فريقه على شيفيلد بهدفين دون رد. ليلعب ألفاريز مجددا دور المنقذ بعد أن تمكن من تأكيد مستواه الجيد في المباريات الأخيرة مع الفريق بعدما سجل الهدف السادس له هذا الموسم، وأثبت أنه من أبرز اللاعبين في صفوف بطل الدوري الإنجليزي ويستحق وضعا أفضل من لاعب احتياطي مثل ما حصل في الفترة الماضية. كارلو أنشيلوتي يمدد عقده مع ريال مدريد حتى يونيو 2026، مما أثر على زين الدين زيدان والاتحاد البرازيلي لكرة القدم. زيدان الذي كان ناجحا سابقا مع ريال مدريد واعتبره محبيه أنه مرشح أقوى للعودة لتدريب الميرينجي، عليه الآن التفكير في عروض أخرى. الاتحاد البرازيلي الذي كان يأمل في تعيين أنشيلوتي بعد كأس العالم في قطر يواجه الآن تحدي إيجاد مدرب جديد للمنتخب البرازيلي. اختتم كريستيانو رونالدو عام 2023 بتسجيل هدف في مباراة فريقه النصر ضد التعاون في الدوري السعودي، وتلقى أيضا بطاقة صفراء بعد احتجاج حاد على حكم المباراة. انتهت مباراة النصر والتعاون بفوز النصر ب4 أهداف مقابل 1، وبهذا رونالدو يسجل 54 هدفا في عام 2023، قائدا ناديه إلى المركز الثاني برصيد 46 نقطة خلف الهلال المتصدر ب53 نقطة. يمر النجم الفرنسي كريم بنزيما بفترة توتر مع نادي الاتحاد السعودي عقب الهزيمة الثقيلة التي مني بها الفريق أمام نادي النصر وفق صحف إسبانيا. وواجه بنزيما موجة من الانتقادات الحادة من جانب الجماهير ووسائل الإعلام السعودية، والتي تركزت حول تراجع مستواه وعدم بذله الجهد المطلوب.
في الأيام القليلة الماضية لم يشارك بنزيما في التدريبات الأخيرة للنادي الجداوي للاستعداد لمواجهة الطائي، وقد أثار غيابه الجدل بعدما غادر جدة مغلقا حسابه على الإنستغرام. ووفق مصادر صحف إسبانية يبدو أن بنزيما يفكر جديا في اتخاذ خطوات نحو فسخ عقده مع نادي الاتحاد. برشلونة يعرض على اللاعب الإنجليزي ماسون جرينوود المعار حاليا لنادي خطافي من مانشستر يونايتد صفقة قيمتها 40 مليون جنيه استرليني، مع وعد بارتداء قميص ليونيل ميسي رقم 10. جرينوود البالغ من العمر 22 عاما أحيا مسيرته الكروية في خطافي، مساهما بشكل كبير في أداء الفريق في الدوري الإسباني لهذا الموسم. على الرغم من رغبة خطافي في جعل انتقاله دائما، فإن عرض برشلونة الكبير قد يغير مسار مسيرته الكروية. بهذا الخبر مشاهدينا نأتي إلى نهاية هذه النشرة. أشكر لكم كرم الاستماع والمتابعة. سنة سعيدة، في أمان الله.